فيلمنا النهاردة بيبدأ مع واحد اسمه جاك، مهندس تصليح محطات المياه اللي شغال في شركة كاردن. هيسافر هو ومراته وبناته، بيوصلوا قارة في آسيا، وبيكون في عربية مستنياهم تبع شغله، لكن ما بيلاقيهاش. بيلاقي واحد كان معاه في الطيارة رايح نفس الفندق، فبيطلب منه انه يوصلهم، وبيوصلهم الفندق. وبيشوف جاك ترحيب بيه وصوره في الفندق. بيطلعوا غرفته هو ومراته وبناته، بيلاقوا كل الشبكات مش شغالة ومفيش تلفزيون ومفيش نت. بيصحى بالليل بيلاقي مراته بتعيط لوحدها، وإنها خايفة من الحياة الجديدة، وإنها مش مستعدة للسفر والاستقرار في بلد جديدة. بينزل الصبح وبيسأل في أي مكالمات جاتله من شركة كاردن أو في أي جرايد في الفندق، فبيقوله لأ. فبيروح يشتري جرايد من بره الفندق، فبيتفاجئ انه بيحصل انقلاب على الحكومة، واثناء هروبه بيشوف عساكر مقتولة وحرايق. وبيوصل للفندق لكن بيلاقي المتظاهرين ماسكين امريكي وبيعذبوه قدام الفندق. بيشوفوا جاك ويجروا وراه لكن بيهرب، وبيتم اقتحام الفندق. وبيجري جاك على مراته وبناته، وبيتفاجئ ان بنته لوسي مش موجودة وراحت حمام السباحة. بيحاول يلحق بنته، ومراته وبنته التانية في الأوضة بتسمع صوت في الطرقة وهتقول لبنتها تستخبى في الحمام. بتبص من العين هتلاقي المتظاهرين كسروا الأوضة اللي قدامها وجايين عليها. بيكون جاك وصل للوسي وخدها معاه، بيجري بيها والمتظاهرين بيجروا وراه وبينقذوا واحد وبيقول له يروح على السطح. بيروح جاك ياخد مراته وبنته التانية. بيوصلوا السطح ويلاقي فيه نزلاء الفندق، وبيسألهم هو في ايه اللي بيحصل. بيقولوا له ان في انقلاب على الحكومة وهينتظروا الانقاذ على السطح. وموظف الامن بيفهمهم ان بيهتفوا بيقولوا ان الدم مقابل المياه، وان كلهم هيموتوا، وانهم اقتحموا شركة المياه اللي جاك مهندس فيها اللي هي شركة جارتن. وجاك معرفش ان شركته ليها علاقة بالموضوع ده. وفي طيارة هليكوبتر هتظهر، وهيفتكروا ان في حد هينقذهم، لكن هيكون ده واحد من المتظاهرين وهيضرب عليهم نار وهيقتل كتير منهم. وهتقع الطيارة وهتنفجر، والمتظاهرين هيقتحموا السطح. وهيحاول جاك واسرته انهم يهربوا، وجاك هيحاول ينط للسطح المجاور ليهم. بيحاول يقنع مراته انها تنط الاول عشان تمسك البنات، وهو هيرملها البنات. وبيقنع بنته انه هيجيب لها الكلب اللي نفسها فيه، وهيرميها لمراته. وهتوصل وهيروح للوسي اللي هتكون خايفة، وهيجي يرميها هتمسك في رقبته وهتكون هتقع فهيمسكها. وهيفكر جاك انه يربطها بالحزام وهيرميها، وهينط وراها وهينجح في الهروب. وهيلاقي واحد من المتظاهرين ماسك صورته وبيضرب نار عليه، وهيلاقي باب السطح مقفول وهينط للبلكونة اللي تحت السطح. وهيتم قذف قنبلة على المبنى، وبيشوف المتظاهرين بيقتلوا أي حد في الدور. وبيستخبى جاك وهيتحركوا للسفارة الأمريكية. وأثناء هروبه هيهجم عليه واحد من المتظاهرين، لكن جاك هيقتله. وهياخد مفتاح الموتوسيكل بتاعه وهيغطي وشه عشان محدش يعرفه، وهيروح يجيب الموتوسيكل عشان يهربوا. وبينجح وبيتحركوا بالفعل لحد لما بيقابل مجموعة متظاهرين كبيرة ومش هيعرف يهرب منهم. بيطلب من أسرته انهم يغطوا وشهم لحد لما يعدوا، وهيوصلوا للسفارة الأمريكية. لكن هيلاقي الأمن ميت والسفارة هتنفجر قدامه، وهيجروا المتظاهرين وراه. هيهرب منهم جاك لبيت واحد عجوز هو وأسرته، وهيقتلوا العجوز وهيدوروا على جاك وهيقبضوا عليه هو ومراته، وهيحاولوا يغتصبوا مراته قدام عينيه. لكن هامند هياخدهم وهيروحوا بيت هيكتشفوا انه بيت مشبوه. هيطلعوا السطح وياكلوا، ويشاور لهم هامند ويقول لهم ان الحدود الفتمانية قريبة، واننا لو وصلنا ليهم هيساعدونا اننا نهرب. وبيتأسف لجاك وبيقول له ان المتظاهرين ليهم الحق في الانقلاب، وبيقول لهم انهم يرتاحوا شوية لانهم هيتحركوا بعد 4 ساعات. وبيصحوا على ضرب نار وبيتساووا بهايمند، وبيحاول يحمي جاك وأسرته، وبيضحي بنفسه عشان جاك وأسرته. وجاك بيوصل للنهر وبيدي ساعته للمركبة عشان يعديهم النهر ويوصلوا للحدود الفتمانية عشان يساعدوهم. وبيوصلوا وبيكونوا المتظاهرين وصلوا ليهم، لكن صاحب المركب هيخبي جاك. هيهجموا على جاك وجاك هيتضرب كتير وهيحاولوا يقتلوه. وهتطلع بنته لوسي هتشدد انتباههم، وهيضربوا جاك في دراعه وهيمسكوا لوسي وهيقولوا لها اقتلي بابا، لحد ما مراته آني هتضرب اللي ماسك بنتها لوسي على راسه. وبينجح جاك انه يضربهم ويهربوا في المركب ويعدوا الحدود الفتمانية، وبيتم إنقاذ جاك وأسرته. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم في الفيلم الجاي.